القصه ديال اليوم غتبدا مع واحد الدريه سميتها اسماء. كتسكن في الجزائر، في عمرها 22 سنه بالضبط، في ولايه ميله. وهاد الدريه اسماء كانت عايشه مع والديها ومع خواتاتها، وكانت هي القرايه وهي الصغيره في خواتاتها، وهي اللي قدرات توصل لافاك. المهم اسماء كانت كتمارس الحياه ديالها عاديه، كتفيق الصباح لا كانت قاريه كتمشي لافاك، ولافاك ما كانتش بعيده عليها بزاف، كانت كتمشي ليها غير على رجليها. وهنا في غيبداو هاد الاحداث ديال هاد القصه. اسماء فاش كانت كتمشي لافاك كان عزيز عليها تختصر الطريق ودوز من وسط الدروبه، وهنا فين غيشوفها واحد الدري سميتو جمال، تقريبا في عمره 27 عام، وغتعجبو اسماء بزاف وغيطيح في الحب ديالها. وهنا غينطبق عليه داك المثال ديال الحب من النظره الاولى. المهم غيولي ديما يتبعها، ما بقى عنده ما يدار، ولا ديما عاصر في واحد القنت كيتسنى غير اسماء الدوز باش يتبعها. ولكن اسماء طلعت بنت الناس، ما عطاتوش فرصه ولو صغيره باش تخليه يتصر عليها. وغيدوزو غير ايامات قلال، هنا جمال غيبدا يتصر، شاف راسو داك المجهود اللي كيدير ما عطاهش نتيجه، وغيولي فين ما يشوفها ولا يتلاقى معاها يتبسل عليها ويلوح عليها الكلام. ولكن اسماء كانت مربيه مزيان بحال كتخوي الماء في الرمله. وهنا جمال مني اسماء ما عطاتوش وقت غيخرج الحقيقه ديالو وغيبينها، ولا فين ما كيتلاقى معاها كينقص منها وكيسبها غير من السمطه لتحت. وهنا مسكينه اسماء حسات بالحقره وبقى فيها الحال. وفي هذه الفتره بالضبط غتوقع واحد الحاجه الاسماء اللي غتزيد تأزم النفسيه ديالها. اسماء غتموت ليها الام ديالها، وهنا غادا تصدم وما غتبقى باغا حتى شي حاجه من هاد الدنيا، حتى لافاك غادي تسمح فيها. المهم قالت لدارهم باللي غادي تحبس القرايه. وواحد الحاجه ركزوا عليها مزيان، جمال راه كان السبب الاول اللي خلاها تحبس وتاخذ هذا القرار. اما بالنسبه للاب ديال اسماء، الاب ديالها كان واحد السيد كيخدم في البني ودرويش ويلاه مكافي مع الزمان. اسماء ما كانتش كتبغي دير ليه المشاكل وما كانتش كتبغي تقول ليه داكشي اللي كيوقع ليها. المهم الاب ديالها وخواتاتها بقاو كيردوا ليها عقلها وكيدويو معاها، كيقولوا ليها راه غديري واحد الغلط كبير اللي غادي تندمي عليه، وحنايا راه معولين عليك غير نتيا زعما اللي تقراي وتاخدي واحد المنصب زوين وتنقدي العائله. المهم بقاو كيدويو معاها بحال هكا حتى ردوا ليها عقلها، واسماء وافقات باش ترجع لافاك، وغادي ترجع لنفس الشيء وداكشي اللي كانت فيه. النهار الاول اللي غادي تتلاقى مع جمال غيبدا ينقص منها ويسب فيها غير من السمطه لتحت، كيسحابو باللي راه كانت غابره عليه، ما فراسوش هو باللي راه امها ماتت، كيسحابو باللي راه ولات كدوز من شي طرقان اخرين باش ما تبقاش تتلاقى معاه. ودابا اجي نوصف لكم هاد جمال هذا كيف داير شويه باش تاخذوا عليه واحد النظره. هاد جمال كان لا خدمه لا ردمه، حاضي غير التشويكه والسورفيطه، وخاصو ديما يكون نقي وحاضي الوقوف قدام المدارس، هذا هو الهيد ديالو. واسماء مني شافت هاد الشيء ما غيوقفش عند حدو، قررات باش غتمشي تقولها لولد خالتها، وبعدات باها حطاتو في الجنب. راه كما قلت لكم باها كان يلاه مكافي مع الزمان وراجل كبير، قالت اللهم نقولها لولد خالتي، هو راه غيعرف شنو غيدير وغيحل ليا هاد المشكل هذا. المهم قالتها لولد خالتها، وولد خالتها وهو يخاصم عليها، قال لها هادشي اللي كيوقع لك كاع لك تقوليه ليا شحال هادي. وولد خالتها ما استر حتى شي حاجه، ديريكت مشي عند بوات اسماء وعاود ليه كلشي، قال ليه راه واحد السيد كيبرزط لك بنتك وكيسبها، وحكى ليه كلشي على داكشي اللي كيدير ليها. والاب ديال اسماء من يسمع هاد الخبار مسكين ما نعش الليله كامله، غير صباح الصباح مشى كيقلب على الدار ديال جمال باش يتبرى ليه من والديه. المهم فاش لقى الدار ديال هاد العائله لقاهم غير المكلخ على خوه، ما كاينش على من تسلم. المهم دار فيهم وقال لهم ربيو ولدكم وقولوا ليه يفرق عليه بنتي بلا ما نوصل معكم للمخزن. وهما ما عمروش معاه السوق كاع، قالوا ليه صافي 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 غير سير. وفاش جا ولدهم جمال قالوا ليه فرق عليك الدريه وصافي بحال ما واقع حتى شي حاجه. وهنا جمال عاد زاد حقد على اسماء وهز في قلبه من جهته. اما بالنسبه لاسماء كانت مسكينه خايفه منه، ولات كتطول عليها الطريق ديال لافاك غير باش ما تلاقاش معاه، كيف ما كنقولوا كانت كتعاني في الصمت. المهم مورا هادشي اسماء ما غتبقاش تلاقى مع جمال لمده عامين، واش حيت ولات كتطول الطريق ولا جمال كان مسافر ولا مشدود، وحده من هاد الجوج. المهم اسماء عندها عامين دابا في لافاك، وفي اخر السنه غادي تنجح، وواحد الاصدقاء ديالها حتى هما كيقراو معاها حتى هما نجحوا، وكانوا دايرين واحد الحفله بالمناسبه ديال هذا النجاح وغيعرضوا عليها باش تجي دوز معهم هذه الحفله. وبالفعل مشات عند صحاباتها ودوزت معهم هذه الحفله ونشطات ولعبات وضحكات، ولكن في الداخل ديالها شاداها شي حاجه اللي مخلياها مقلقه. كانت حتى هي باغا دير حفله مع الاب ديالها وخواتاتها،
ولكن هما فقراء الغالب الله. ومن بعد اسماء رجعات لدارهم وكانت باينه فيها باللي مقلقه، وهما يسولوها قالوا لها اسماء قولي لنا مالكي ما فرحاناش بهذا النجاح ديالك. قالت لهم انا غنقول لكم الصراحه، انا عارفاكم نتوما فرحانين بيا وما كرهتوش ما عرفت شنو ديروا ليا، ولكن حتى انا كنت باغي نشوف واحد الحفله دايرينها ليا وباغي نعيش انا واحد الاجواء معاكم، ولكن ماشي مشكل. وهنا غتنقز واحد الاخت ديالها كانت كبر منها وكانت كتخدم في الميناج. قالت لها اسمعي اختي اسماء، انا راه كنت خازنه واحد الفلوس وانا غادي نجبدهم اليوم على قبلك، وغندير لختي واحد الحفله دايزه الكلام وحسن من ديال صحاباتك. انت دابا ما عليك غير لبسي مزيان ووجدي راسك على ما يدخل با وباش نحتفلوا مجموعين ونفرحوا بك. وهنا اسماء فرحات بزاف وناضت كتوجد في راسها، ولكن تفكرت باللي باغا تشري شي حوايج من الزنقه وخرجت كانت غادا عند واحد الهري، والصدفه غادي تتلاقى مع جمال. جمال غير شافها عينيه هما يخرجوا بدا كيغوت عليها وقال لها فين غبرتي هاد المده كامله واش من طريق وليتي كدوزي منها، وهو يشدها من يديها وقال لها اجي باغي ندوي معاك. وهاد البلاصه فين تلاقاو مع بعضياتهم راه ما كانتش بعيده بزاف على الدار ديال اسماء، وجات في واحد العقبه في واحد الشانطي، الجناب ديال داك الشانطي كانوا فيه بحال الحفاري. المهم اسماء نطرات يديها من يد جمال وتماج غاده، وهنا هو يتلاح عليها وزير عليها مزيان وشدها وبدا كيصرفق فيها. اسماء كتحاول تنشر منه، ولكن القوه اللي كانت عنده غلباتها، وهو يجبد الموس وقربوا ليها عند وجهها. وشنو كتخيلوني غنقول لكم؟ بالفعل ضرب اسماء لوجهها وشدا ودفعها في دوك الحفرات اللي كانوا جنب الشاطئ. فاش لاحها في دوك الحفرات اسماء ضربت راسها مع واحد الحجره وهي تغيب. وراكم عارفين اخيب حاجه هي تجيك شي ضربه في وجهك، سوا دري سوا دريه كتقصيك من المجتمع. وهذا المسخور ديال جمال ما وقفش هنا، باش كملها وجملها نقز عند اسماء الحفره وشدها وبدا كيطعن فيها الداد ديالها كامله تقبها. في الاخر ناض وبغى يهرب، ولكن وهو غادي هربان غيشوفوا واحد السيد شافو كامل عامر دمايات وهز موس في يدو، وهو يبدا يغوت عليه وكيقول ليه شنو درتي اش واقع، وهو يتبعو كيجري. فاش تبعو كيجري شويه غيوصل حدا ديك الحفره، وهنا غتبان ليه اسماء مسكينه كامله عامره دمايات ومغيبه. المهم بدا كيغوت حتى تجمعوا عليه الناس وعلموا البوليس وعلموا الاسعاف، وحتى العائله ديالها وصلاتهم الخبار وجاو كيجريو. وما نعاودش لكم شنو وقع. الاب ديالها كيبكي، خواتاتها كاملين سخفوا في الارض، ضاعت منهم انسانه شابه بسبب واحد مكلخ في عقله. المهم البوليس ما غيتعطلوش في هذه القضيه، دغيا غيشدوا جمال وغيدفعوه للمحكمه، والقاضي في اول جلسه غيهبطوا ديريكت للحبس حتى يدرس الملف ديالو. والعائله ديال جمال شنو غينوضوا يديروا؟ غيمشيو غيقصدوا الاب ديال اسماء وغيقولوا ليه شوف واسمع مزيان، راه عندنا واحد الارض كبيره وساويه الفلوس في واحد العروبيه، غنبيعوها ونعطيوك شحال ما بغيتي ديال الفلوس، ولكن بشرط غتمشي معنا للمحكمه وتشهد باللي جمال ما دارش هاد الجريمه. بوات اسماء بدا كيغوت وبدا كيعاير فيهم وقال لهم سيروا بحالاتكم. وهنا العائله ديال جمال غادي تسيف وغتقلب الوجه ديالها الحقيقي وغتقول ليه شوف واسمع مزيان، انت راه باقيين عندك بزاف ديال البنات وحنا ما خاسرين والو ولا مشات حتى ماتت فيهم شي واحده اخرى. بداو كيهدوا فيه وغيوصل النهار اللي غادي يتحاكم فيه جمال، وكل شيء كان حاضر. وجمال كان معاه واحد المحامي، وداك المحامي كان كيحاول يقنع القاضي باللي جمال مريض عقلي باش ينقص ليه من العقوبه. ولكن جمال كان كيغوت في ديك المحكمه ولا في ديك الجلسه وكيضحك بجد وكيقول للقاضي انا ما مريض ما والو، انا ديك الدريه انا اللي قتلتها. القاضي فاش سمع هاد الكلام وسمع هاد الجرأه اللي عنده هو يعطيه المؤبد. ولكن في 2014 غيخرج واحد الحكم اللي غيصدم كلشي. جمال عطاوه البراءه. الناس اللي كانوا متبعين هاد القضيه والعائله ديال اسماء كلشي تصدم وما فهموش شنو واقع، وبزاف ديال الناس كانوا متبعين هاد القضيه والعائله ديال اسماء نيت خرجوا كيديروا مظاهرات وخرجوا بفيديوهات راه كاينين على اليوتيوب، ولكن حتى شي واحد ما لبى الطلب ديالهم. والناس اللي مكلفه بهاد القضيه كيقول لك باللي جمال مريض عقلي، ولكن هو فاش خرج كمل حياته عاديه وخدام على راساته. وهذه وحده من القضايا اللي ما خداتش الحكم ديالها الصارم. والعائله ديال اسماء والناس اللي كانوا كيطالبوا بالحق ديالها كنقول لهم باللي الحق ديالكم راه باقي عند الله، وباقي واحد الحساب اخر فين غتاخذوا الحق ديالكم. وهاد القضيه راه معروفه، كتبوا غير اسماء اللي في مدينه ويليا راه غادي تطلع لكم. المهم هذا هو الاخر ديال القصه. كنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.